السلام عليكم شلاشيات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. البنات كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غيكون واحد الفيديو خفيف ظريف. ان شاء الله غنحلوا فيه صدقه جاريه. اول حاجه البنات، قبل ما نشوفوا صدقه جاريه وقبل ما نهضر على الموضوع، كنشكر جميع الاخوات، كنشكر جميع الشلاشيات اللي ساهموا واللي ما ساهموش. كيف ما كنعرفوا البدايه ديال صدقه جاريه مع مريم كانت اول حاجه حنه الحنانه اللي معروفه بها مريم. ومن موراها جات صدقه جاريه اللي دارت وما شاء الله بقات مطوله وبقات غاده في المسيره ديالنا وبقات معانا، اللهم لك الحمد. لذلك كنشكر بزاف ديال الاخوات، كنشكر الناس اللي ساهموا والناس اللي حتى هما اللي ما ساهموش، الناس اللي ساهموا بالدعوات ديالهم بكلمه طيبه، كنشكركم بزاف من القلب الخالص. وحتى مريم راه كتشكركم بزاف بزاف. كيف ما كنعرفوا ان اول حاله كانت استفدت منها هاد الصدقه جاريه هي الاخت اللي كانت في المسجد وكانت معها واحد الطفله اللي كانت كطلب مسكينه، وكان عندها بيت بحال شكل كوخ تقريبا. ومشات مريم شافت الحاله ديالها، هي شافتها بالصدفه، شافت الحاله ديالها، عرفت المعلومات ديالها، يعني مشات لعندها وشافت ان ديك السيده في واحد الحاله يرثى لها، وما شاء الله كانت كتبت لها ديك صدقه جاريه. صلحت بها داك البيت ولا عندها حل للعيش افضل. ثاني حاجه البنات كان هو البئر. البئر اللي تبنى في ديك المنطقه اللي كانوا ساهموا فيه بزاف. هذاك البئر البنات دار باسم الشلاشيات، سواء اللي ساهموا وسواء اللي ما ساهموش. تخيلوا معايا البنات ان ما شاء الله هذاك البئر دابا لحد الان صدقه بقى عليكم صدقه جاريه حتى الممات وبعد الممات ايضا. الحمد لله والشكر لله. هذا الشيء البنات وصلنا ليه بفضل الله وبفضلكم نتوما وبفضل الدعوات ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. وكذلك الحاله ديال الكتاب اللي كانت تقريبا بحال مهجور، ما كانش فيه يعني طريقه للحفظ، ما كانش كيقدوا الدراري الصغار يمشيو ليه لانه ما كانش فيه لوازم. الحمد لله صدقه جاريه يعني اللي جمعناها معاكم، كتابه لهذاك الكتاب هذاك وبحال هكا جمعنا اللوازم ديالو، يعني داروا في لوازم مصاحف كراسه اي حاجه. راه ما شاء الله كاين الفيديو، يعني الاخوات الشلاشيات القدام اللي متبعين مع مريم، جميع الناس اللي استافدوا من صدقه جاريه راه غيكونوا عقلوا. وما شاء الله راه جوج ديال الوليدات البنات قدروا يختموا القران تقريبا قل من عام، ما شاء الله اللهم بارك. وكذلك راه عاودوا دوك الوليدات استافدوا من هذه الصدقه جاريه. راه مريم غادي تخلي لكم الفيديو. كذلك البنات المسجد اللي كان ماشي غير شبه مهجور، ما كانش اصلا المسجد. يعني تخيلوا معايا انه دوك الناس ما كانش عندهم كيفاش يسمعوا الاذان، كانت منطقه ما فيهاش مسجد. تخيلوا معايا تعيشوا في منطقه ما فيهاش مسجد، منطقه ما كتسمعوش فيها الاذان. ولله الحمد البنات تبنى مسجد وكان فيه جوج ديال الاماكن، مكان مخصص للنساء ومكان مخصص للرجال، ولله الحمد قامت فيه صلاه التراويح. وحتى هو البنات بقى عليكم صدقه جاريه. تخيلوا معايا ان دوك الناس يوميا كيدعوا معاكم، ناس اللي جاوا لقاو ما شاء الله يعني ولات عندهم في المنطقه ديالهم مسجد، ولاو كيقدوا يسمعوا الاذان، ولاو كيمشيو يصليو فيه، كيحفظوا فيه القران، اللهم لك الحمد. دابا البنات حاليا هاد الصدقه جاريه شات منها شي حاجه اللي كان الناس ساهموا فيها في المسجد. كاين البنات واحد الحاله الانسانيه اللي بغيت نتشاور معكم، بغيت نعرف الاراء ديالكم، وبغيت نعرف واش تبغيو هاد الصدقه جاريه تمشي لهذيك الانسانه. هذه البنات واحد الاخت صديقه ديال مريم، يعني كتعرفها عن قرب، مشات عندها شافت الحاله ديالها، هي مريضه مصابه بسرطان الثدي. مسكينه كانت دارت مؤخرا عمليه حيدت بها الثدي ديالها. فكما كنعرفوا البنات من مورا العمليه كنحتاجوا بزاف مساكن، هذوك الناس كيحتاجوا الفيتامينات، كيحتاجوا تحاليل، كيحتاجوا بزاف ديال الحصص. وكنا عارفين ان هذا المرض شحال يعني التكاليف ديالو بزاف. يعني اخت عندها نقول لكم فقيره، عندها ابنه عندها 9 سنوات. يعني بغيت نتشاور معكم ونعرف واش تبغيو هاد الصدقه جاريه تمشي لديك الاخت. فاللي بغى المعلومات ديالها حنا راه عندنا جميع المعلومات، تواصل معنا على الخاص. الحاله ديالها فمريم مشات، يعني ما يمكنش تحط لكم شي حاله مريم ما متاكداش منها، كتمشي عند الانسان تتشوف هذيك الحاله ديالو والوراق ديالو، يعني يكون داك الشيء صحيح، يعني المصداقيه اللهم لك الحمد. عاد كيمكن تحط لكم هذه الحاله هذه. فالبنات انا اليوم غنحل معكم صدقه جاريه، وبغيت الناس، يعني الناس اللي كيشوفوا دابا هذا الفيديو هذا، اللي عنده ولو بالقليل يساهم مع هذه السيده هذه فهي بحاجه اليكم، واللي ما عندوش باش يساهم فقط الدعوات ديالكم البنات. اللي الا كان شي محسن يقدر يتكلف بالحاله ديالها من الاحسن، لانه كنعرفوا هذه الحاله مستعجله، ما يمكنش نبقاو نتسناو حتى تتجمع صدقه جاريه مره اخرى. فاللي كيشوف هذا الفيديو هذا يحاول يساهم. غنخليو يعني اللي بغى راه غيتواصل معنا في الخاص، ونخليو ليه جميع المعلومات ديال السيده يمشي عندها يشوفها. هذا ما كان البنات. دابا راه غنحل معكم صدقه جاريه ان شاء الله، نشوفوا شحال فيها. بسم الله.
بغيت نقول لكم البنات ان دابا هاد الصدقه الجاريه اللي كاينه هنا راه شاطات من فلوس المسجد. يعني هاد الشيء كيبقى تقليد. يعني الناس اللي ساهموا في هاد الصدقه الجاريه واش تبغيو هاد الشيء اللي شاط هنا يمشي لهذيك الاخت، لان هاد الشيء كيف ما قلت لكم كيبقى تقليد على العاتق ديال الانسان. فلكم الاختيار واش تبغيو تمشي هذيك السيده. هذه البنات صدقه جاريه لان كتحل شحال من مره ما شاء الله، وكنعاودوا نحلوها. داكشي باش كنديروا لها سكوتش. بسم الله. كيف ما كتشوفوا البنات دابا هنا ما شاء الله لقينا واحد البركه. الاخت مريم حتى هي راه غتساهم بواحد المبلغ. غادي نزيدوها البنات ونقول لكم شحال كاين هنا. بسم الله. دابا البنات غنزيد عليه هذا المبلغ ونحسب. البنات هنا كاينه 4538 درهم البنات اللي كاينه في صدقه جاريه. دابا البنات عافاكم بغيت نطلب منكم واحد الطلب. الا كانت شي محسنه كتفرج دابا في هذا الفيديو هذا تحاول ما امكن تكلف بهذه الحاله. كنا عارفين البنات ان هذا المرض كيكون خطير وكيكون العلاج ديالو شويه خصو يكون مستعجل. ما يمكنناش نتسناو. دابا حنا ما فينا نحط صدقه جاريه وتبقاو نتسناو، ولكن البنات راه الاخت خرجوا ليها الحصص ديال الشيميو. دي فيتامين خصهم تاخذهم، الدواء خصو يتخاد. داكشي علاش ما نقدروش البنات نبقاو نتسناو تجمع صدقه جاريه اخرى. فلهذا الا كانت شي محسنه اولا شي محسن باغي يتكلف بالحاله ديال هذه السيده هذه فيتواصل معنا في الخاص. غنصيفطوا ليه جميع المعلومات ديال السيده، غنصيفطوا ليه الاوراق ديال الطبيب، الحاله ديالها كيفاش والحاله ديالها فين واصله. هذا ما كان البنات. كيف ما قلت لكم دابا فالصدقه جاريه راه شاطت من المبلغ ديال المسجد، فلهذا ما يبقاش تقليد علينا. يعني واش تبغيو ندوزوها لهاد السيده هذه، يعني تكمل بها هذا العلاج ديالها، وان شاء الله تزاد عليه شي مبلغ اخر وتديه كامل. الله يشافيها يا ربي. واللي ما قادش يساهم بشي حاجه، اللي بغى يجي يساهم في المحل راه غنخليو صدقه جاريه هنا البنات. وبالنسبه لصدقه جاريه البنات كيف ما قلت لكم بعدا راه كنا خدينا منه واحد المبلغ على ود دوك الوليدات اللي كاين في ديك المنطقه، كيكون هكا كيجيهم المال وداكشي. خدينا بها واحد اللوازم ديال الالعاب صيفطناها لهم، يعني راه استافدوا منها. والبنات راه صدقه جاريه غتبقى ديما هنا ان شاء الله. تمشي هذه الحاله وتشافى هذه السيده هذه ونديروا حاله اخرى ان شاء الله وتبقى مستمره باذن الله. الله يقدرنا عليها. هذا ما كان البنات. كنشكر جميع الشلاشيات اللي ساهموا معنا وحتى اللي ما ساهموش. ان شاء الله تبقى ديما صدقه جاريه عليكم في الممات وورا الممات، وغتلقاوها تما حاجه زوينه. الله يسر لكم، الله يسر لكم، الله يسر لكم. ودعوا مع هذه السيده تشافى. شكرا لكم بزاف. سلام.